في هذه الحلقة إخواني الكرام سأتحدث عن موضوع هام، وهو سأتحدث فيه عن دورة حياة طائر الكناري، والتي يجب على المربي أن يكون بدراية مسبقة بها بهذه الدورة، وهي دورة حياة الكناري. وهذه الدورة إخواني الكرام تتكون من 4 مراحل فيزيولوجية يمر بها الطائر. وأول مرحلة يمر بها الطائر إخواني الكرام بعد الخروج إلى الوجود، وهي بعد الفقس والفطام، وبعد أن يصبح الطائر يعتمد على نفسه في الأكل والشرب وما غير ذلك. يمر الطائر بمرحلة القلش أو مرحلة تبديل الريش، وهي مرحلة مهمة والتي سبق وتحدثنا فيها في حلقة سابقة إخواني الكرام، والتي تبدأ من شهر 6 إلى شهر 8، أي من شهر جوان إلى شهر أوت، وعلى حسب كل طائر. هناك طائر من يقضي بها شهر إلى شهر ونصف، وهناك طائر من يقضي بها شهرين إلى شهرين، في بعض الأحيان إلى شهران ونصف. وفي هذه المرحلة إخواني الكرام يحتاج الطائر إلى عناية خاصة، ويجب أن نوفر له، لأن الطائر في هذه المرحلة يصبح مرهقا، لأنه يفقد العديد من البروتينات والفيتامينات والكالسيوم، ولذلك يجب أن نعوضه عن كل ما ضاع منه بنظام غذائي متوازن نوفر له فيه ما يحتاجه من بروتينات وفيتامينات وكالسيوم. وأيضا يحتاج الطائر في هذه المرحلة أيضا إخواننا الكرام إلى أن نحسه باستقرار، وذلك بعدم تغيير أقفاص الطيور باستمرار، لأن في هذه المرحلة إخواني الكرام يصاب الطائر بشيء أو بقليل من الخمول، لأنه يحتاج في هذه الفترة بالذات إلى راحة، لأنه يكون مرهقا. وهذه الراحة نوفره له إخواني الكرام بساعات من الظلمة تكون لا تقل عن 9 ساعات، حتى يرتاح فيها الطائر ويسترجع طاقته التي ضاعت منه. وبعد هذه المرحلة وهي مرحلة تبديل الريش، تأتي مرحلة أخرى إخواني الكرام، وهي مرحلة الراحة أو فترة الراحة. وهذه الفترة هي أيضا إخواني الكرام مهمة جدا، يحتاج فيها الطائر إخواني الكرام إلى عناية خاصة ونظام غذائي متوازن. سوف لن أتذكر عن الأنظمة الغذائية لكل مرحلة، لأنني سوف أتطرق إليها في حلقات قادمة لكي لا أطول عليكم. يحتاج الطائر أيضا في هذه المرحلة، وهي مرحلة الراحة، إلى نظام غذائي معين حتى يقوم الطائر باسترجاع كل ما ضاع منه في الفترات التي سبقت هذه الفترة، وهي فترة التزاوج وبعد ذلك فترة القلش، حتى نقوم بتربية سليمة لطيورنا، وحتى لا نتحصل على أي اختلالات في تربية الطيور أو أمراض لا قدر الله أو أشياء من هذه القبيل. وبعد مرحلة الراحة إخواني الكرام تأتي مرحلة أيضا مهمة، والتي هي المرحلة التي قبل مرحلة التزاوج، وهي مرحلة التجهيز. وهي أيضا يحتاج فيها طيورنا إخواني الكرام إلى نظام غذائي معين، وكما سبق وقلت سأتطرق إلى هذا في حلقات قادمة. وهذا النظام الغذائي إخواني الكرام في مرحلة التجهيز، والتي تكون من شهر 12 وهو شهر ديسمبر إلى شهر 1 وهو شهر نوفمبر. يحتاج طائر الكناري إخواني الكرام إلى نظام غذائي أيضا معين، وهذا النظام الغذائي إخواني الكرام يجب أن يكون غنيا بفيتامين أ وبالكالسيوم خصوصا بالنسبة للإناث، وبالفيتامين دي، والذي يوجد في الشمس أو يستقطبه جسم الطائر من الشمس، أو نعطيه على شكل فيتامينات موجودة في أسواق الطيور إخواننا الكرام. وبعد هذه المرحلة التي ينتظرها كل مربي طائر كناري، وهي مرحلة إنتاج أو مرحلة تزاوج. وفي هذه المرحلة إخواني الكرام أيضا تحتاج طيورنا إلى عناية خاصة، ومن بينها تقديم بعض الأغذية المعينة التي يحتاجها طائر الكناري، مثلا كالبيض، كعظمة حبار، مثلا كفيتامينات كأومنيفيت، وهي تعتبر مكملات غذائية
حتى نحصل على مردود جيد وطيب إن شاء الله. ونطلب من الله التوفيق والسداد، ونرجو أن نكون عند حسن ظنكم، ونرجو الاشتراك معنا حتى يصلكم كل جديد إخواني الكرام، والسلام عليكم.